السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ بصوا يا ولاد، الوصفة دي بقى والله العظيم خيال خيال. كرياتين طبيعي، معالجة للتساقط، تغذية لوصيلات الشعر. تحفة جدا 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 فوق الخيال، يعني عارفة، رهيبة 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 يعني. لملء الفراغات اللي في الشعر، لتطويل الشعر، لتكثيفه، لتنعيمه. كل حاجة ممكن تاخديها من الوصفة دي. تحفة جدا جدا، جربيها. قومي جربيها دلوقتي، مش هتندمي ابدا، بل بالعكس ان شاء الله باذن الله تدعيلي دعوة حلوة. غذي شعرك واصبغيه في نفس الوقت. تمام كده تمام كده. تعالي ما نشوف عملناها بايه وازاي وعشان ايه. اقول لك ايه، تعالي ما نشوف الوصفه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير، اللهم امين. بصي بقى، لو لسه ما جربتيش بجد إيه كريم الكوسه لشعرك، كريم حمام، كريم شعر تحفه والله العظيم. لو انتي لسه ما جربتهوش، لا قومي جربيه معايا. هي كوسايه واحده، تسلقيها كويس جدا. تمام. وهنجيب معاها كده معلقتين رز من اللي احنا سالقينه. تمام، احنا سالقينه مع بعض قبل كده. ادي معلقتين رز، دول 4 معالق عشان انا عايزه كميه كبيره، لاني لقيت شعري بيقع بطريقه صراحه يعني رهيبه. يعني اتصدمت ساعه ما لقيت شعري بيتساقط بالطريقه دي وبيقع بالطريقه دي، اتصدمت حقيقه يعني. فهعمل معاكم الوصفة دي، حلوة جدا جدا للتساقط يا جماعة. وكرياتين طبيعي، الكوسة كرياتين طبيعي طبيعي جدا جدا. انا عاملاها قبل كده من 3 سنين في القناة وماشية عليها. بس انا تجاهلت شعري بقالي مدة بصراحة، فلقيته بيقع، فقلت هعمل معاكم الوصفة دي. هضرب الكوسة دي مع الرز ده في الكبة، وهحط لها كمان مكون حلو قوي قوي قوي. يعني انتي هتعملي كرياتين لشعرك، وهتداري الشعر الابيض كمان في نفس ذات الوقت. وصفتين في واحد. دي وصفتين في واحد، تمام كده زي الفل. هجيب بقى كده الكوسة بتاعتي دي، اقوم نازلة بيها هنا في الكبة مع الرز. تمام. ده الكوسة اهي، كوسة مسلوقة عادي. لو انتي مش عايزة تهدري كوساية يعني، حطي، عارفة العنق بتاع الكوسة اللي احنا بنشيله نرميه ده، شيليه. تمام كده. واغسليه كويس جدا، وبرده اسلقيه واعملي بيه شعرك. تحفة تحفة بجد يعني، رهيب رهيب رهيب. هضرب ده كله، وبعدين هحط المكون التاني بقى بعد ما نضرب ده في الكبة ونرجع مع بعض. بصوا بقى، ادي الكوسة مع الرز ضربناهم كويس جدا. هجيب معايا بقى ايه، معلقتين مية بنجر او عصير بنجر. بصوا اهو، وهنزل بيها هنا بقى. بصي اللون، بصي اللون اتغير تماما. بصي المنظر. لو انت عندك بقى شعر ابيض تمام زي كده، هيداريه، وهيبقى معاكي مرة في مرة هتبصي تلاقي ايه، شعرك بيغير لونه، ما بيبقاش لونه ابيض. بصي الوصفة تحفة ازاي، وسهلة وبسيطة، وكلها من البيت، كل حاجة من البيت. ومية البنجر دي انا خدتها، ما عملتش بنجرايه مخصوص ولا اي حاجة. ده انا بسلق بنجر، رحت واخدة منه ايه، شوية مية. بصي اللون تحفة والله العظيم. هتعملي كرياتين لشعرك يعني، كله من البيت. انا عايزه بس اللي اوصلهولك ان كل حاجه من البيت، من غير ما نشتري حاجه. طبعا كل الحاجه غلت، كله يعني، ما فيش حاجه ما غلتش الحمد لله. ربنا يا رب يعافينا يا رب، ويرخي قوت المسلمين اجمعين. هجيب بقى كمان معلقه زيت زيتون. تمام، معلقه حلوه كده عشان ترطب معايا الشعرايه. بصوا انا هحط ايه زي ما انا عايزه، براحتك. حطي بقى، حطي كوكتيل زيت، ممكن تعملي ميكس من الزيت. ممكن تحطي زيت زيتون وزيت جرجير وزيت، انا عندي برضو زيت جرجير هحط عشان انا بعمل دي للتساقط برضو.
واعملي بقى من اول فروة الراس لغاية الاطراف، من اول فروة الراس. دلكي بقى، دلكي فروة الراس كويس جدا جدا، يعني غذيها بقى. ليه؟ لان هي انا عندي الشعر بيقع خالص، شعر راسي ده بيقع خالص. وعندي كمان يا ولاد زيت التوم، فاكرين زيت التوم اللي انا عملته معاكم؟ برضو معايا وهحط منه. ما انا عايزه بقى انقذ ما يمكن انقاذه يعني، ما هو لازم. بصي زيت التوم ده، بصي مركز، ده زيت التوم ده مركز. ما تخافيش، مش هيبقى فيه ريحه توم ولا اي حاجه اطلاقا يعني. بصي معلقه محترمه كده. اول ما هتغسلي شعرك بالشامبو بتاعك مش هتحسي بريحه ولا اي حاجه خالص، ما تقلقيش خالص من الموضوع ده. بصي الوصفه دي بقى عايزه اقولك فوق الخيال والله العظيم بجد. بصي اعمليها بقى ودلكي شعرك زي ما قلتلك من الاطراف، من الجذور لغايه الاطراف. اهم حاجه غذي الجذور كويس جدا جدا لو انت شعرك بيتساقط، عشان يديكي نتيجه حلوه. ويا رب اكون بفيدك ولو بحاجه بسيطه صغيره جدا. لو انت لسه معايا لغايه دلوقتي اعملي لايك وفعلي الجرس فضلا منك طبعا حبيبه قلبي وليس امرا. قومي جربي الوصفه. لو عندك شويه رز، لو عندك كوسايه، لو عندك كوسايه واحده بس اعمليها واضربيها وحطي عليها البنجر ده. مش لازم رز، لو انت عايزه تستبعدي الرز براحتك، وحطي عليها كميه زيوت زي ما انت عايزه، وغذي شعرك. وبس اقول لك لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. مع الف سلامه.